صير غني بسرعة. الفكرة مرة مغرية صح؟ Same old snake oil. Tube is more professionally packaged, but it's still the same old snake oil. عمرك سمعت بلقب سنيك أويل سيلزمان أو بياع زيت الأفعى؟ وهذا اللقب عامة يستخدم لوصف شخص محتال في مجال معين. في 1893 كان في أمريكا شخص اسمه كلارك ستانلي، وعمنا كلارك كان معاه زيت طبي وكان مشهور مرة وناس كثير يستمعوا له ويعرفوه، وكان يسوق إنه هذا الزيت مستخرج من الأفعى وإن فيه شفاء لكل الأمراض. وبعد فترة لما صار هو ومنتجه مشهورين مرة، حصل لعمنا ستان اللي ما يتوقع. في 1916 طلع قانون الغذاء والدواء، وتم اختيار زيت عمنا كلارك وفحصه، ووجدوا إنه فيه زيت معدني ومركب دهني من لحوم البقر وشوية فلفل أحمر. يعني الموضوع نصبه ما يحتاج إلى تفكير. ومن هناك طلع لقب السنيك أويل سيلزمان، ويستخدم في وقتنا الحالي لوصف الناس اللي يبيعوا لك خيال ليصطادوا زباين، يعني نصابين. وكل 3 إلى 4 سنين يطلع لنا ترند كيف تصير غني في خلال وقت قصير جدا. والسنيك أويل سيلزمان أو الأونلاين جوروز هذول يبدأوا على طول ينطوا عليه ويكحلوه ويسووا له ورد ويرتبوه ويخلوه حقهم علشان ينصبوا فيه. ومن الترندات اللي تطلع لنا كل 3 إلى 4 سنين مالتي ليفل ماركتينج. So you signed up 3 friends. Okay. So then you and I would help those 3 friends sign up their 3 friends and get their $700. دروب شيبينج. The beauty about drop shipping is that you don't need to carry any inventory. Amazon FBA. Quick and easy steps to start selling on Amazon FBA right away. بيتكوين. Let's talk about Bitcoin. وهنا هذه الترندات يستغلوها بياعين الملايين علشان يسوقوا لك الحياة اللي هي فلوس وانت نايم، رحلات حول العالم، أكل في الشانزليزيه، لابتوب ماك قدامك، كوفي يمينك، كلب شواوة داخل شنطة، حرمة عجوز دبة في الطاولة اللي يسارك. صراحة كلنا أكلنا هذه النصبة، وخاصة الطلاب. You can be 16 and make as much money as you want. You can be 85 and make as much money as you want. If you're sitting here tonight, 14, 18, 23, this really is the greatest opportunity of your life. وفوق التغيير اللي حيحصل لنمط تفكيرك إنه أنا الوظيفة مو لي، أنا إنسان حصير حر ماديا، وزيد عليها الفلوس اللي حتصرفها من جيبك إذا صدقت رسالة هذول المسوقين. واللي يقهر أكثر من هذا كله الوقت اللي ضاع عليك بسبب نصيحة غلط. وأهم من هذا كله الوقت اللي حتاخذه لما تصحصح من هذه النصبة وتبدأ تفهم اللعبة. أكيد تقول في نفسك لا يا عمر أنا حفهمه وهي طايرة، صح؟ ممكن إذا هربت من البداية وما استثمرت أي وقت وما أعطيتهم مدونك. وتعرف ليش قلت لك إنه حياخذ منك وقت كثير لما تبدأ تصحصح من هذه اللعبة؟ لأنهم هم يزرعوا فيك في البداية فكرة إن الاستسلام عيب وكيف تستسلم، والأغنياء ما يستسلمون، وعلشان تنجح ضروري إنك ما تستسلم. ويا أكيد تسأل عن الحل، وهو البحث. من وين تأخذ النصيحة؟ ومن هذا الشخص اللي يعطيك النصيحة. إذا سويت بحث عن الجوروز أو بياعين الملايين في آخر 10 سنوات حيطلع لك كثير من الأشخاص، وحتدخل دوامة أنت عن غنى عنها. بس لا تقلق، أنا دخلت الدوامة بدالك. بعد ما دخلت في عالم بياعين الملايين والسنيك أويلز والجوروز لخصت الموضوع لكم شخص، بعدين لخصت الموضوع زيادة لشخصين اللي هم تاي لوبيز ودون لوك. وحكم الوقت حناخذ واحد اللي هو دون لوك، رجل أعمال صيني أمريكي. وأول ما بديت البحث عمك دون بدأ يعطيني جوي، البنت اللي موجودة والبدلة مفصلة، وعلى طول ما أخذ وقت ودخل في كلام الملايين. How to become a millionaire step by step. وأنا صراحة ما وقفت هنا، بديت أتوغل أكثر ودخلت الموقع اللي يبيع فيه كل حاجاته، كورسات بأسعار خرافية. كورس كان $21,000 صار $1,900 يعلمك كيف تصير يوتيوبر. Seriously, $1,995 for learning how to become a YouTuber. ويبيعوا كاسات وحتى المقولات يبيعوها.
وصراحة الموقع أول ما تفتحه تبدأ تشم ريحة إنسان قذر محتال دجال متسول على مائدة الآخرين. والصور شكلها غريب وحتى الفون شكله معفن. بس قلت يا عمر إن بعض الظن أعطى الرجال فرصة يثبت نفسه، وسويت يوترن لجوجل وأنا أشوف في دون كل خير، واللي اكتشفته ما كنت متوقع أبدا. طلع لي إنه عمنا دون ما دفع الإيجار. دون صاحب البنتلي ملايين ما قدر يدفع الإيجار. بس لكن هنا حتى بعد ما قريت الخبر قلت لا يا عمر استهدي بالله، هذا دون بن لوك، ضروري إن الخبر مصدره غير موثوق. وطلعت لفوق وشفت اللينك. الخبر من فانكوفر سان، مصدر أخباري موثوق في كندا. عشان كفار يعني. هل سب دون لوك؟ أبدا، وأنا لسه معه وشايف فيه كل خير. ورجعت لليوتيوب وقلت خليني أشوف الطلاب اللي أخذوا كورسات دون، لعل وعسى معاهم الجواب القاطع لي. هل صاروا أثرياء وأغنياء ومن وجهاء القوم أم يا ترى هي الحقيقة؟ I saw like some of your other Dan Lok videos and I was like, man, he's just scratching the surface. Like if this dude only knew. Wait, what? He said to kiss money? Yeah, kiss it, touch it. No, he's like love money, y'all. Shame on me. I had fights with my family members. They were telling me, dude, this sounds like some cult shit. And I'm like, Really? no, you see, that's your lower mindset saying that. He said, All right, so you drop the money. yeah, Go and through the course. Does it work for you? hell no. وبعد ما اكتشفت إنه دان طلع إنسان قذر محتال دجال متسول على مائدة الآخرين، وأثبت إنه شوية بحث ينقذك ويوعيك، قررت إني أرجع من دوامة بياعين الملايين وجمعت الترندات اللي شفناها في آخر 10 سنين اللي توعدك إنك تصير مليونير بسرعة. طرحتها قدامي وبحكم إني اشتغلت في الإي كوميرس أخذته وبدأت أحقق فيه وشفت هذه الفيديوهات. بدي أعطيك إثبات ليش أمازون محتاجة تجار مثلك. شوف هذا المنتج بنشر على صفحة علي بابا بهذا السعر وبنباعه 4 حبات بهذا السعر وتقييم الزبائن سيء جدا. بالرغم من هذه مبيعاته شوف عزيزي، هذا المنتج بنباع ب 157 درهم ما يقدر 42 دولار على صفحة أمازون، وبنشر على صفحة علي بابا يعني من عند التجار أو المصانع بأقصى حد 12 دولار. يعني أنت أيوة هي نفسها يرسلوها لك أهلك وأصحابك علشان يروقوك، ها شوف كيف الأونلاين بيزنس بسيط والناس يشترون بضاعة من هنا ويبيعوها هنا، الأمور طيب. كل شوية يطلع لك واحد في التيك توك في السناب شات، هذا المنتج أنا مشتريه من علي بابا وهنا يتباع في أمازون. ولاحظت أن في الإعلانات هذه طريقتين. طريقة رقم 1 إنك تشوف منتج يتباع في أمازون بسعر غالي، يعني خلينا ناخذ مثال 15 أو 20 دولار، وهذا المنتج موجود في السوق المحلي بسعر مثل $2 أو $3، وفي نفس الإعلان يقولوا لك عمولة أمازون وكم صافي ربح. والطريقة رقم 2 إنك حتسوي سكرول أب يا الشباب ويوديك لكورس. وعامة أكثرية الكورسات حق أمازون FBA ضروري تغطي 6 خطوات، اللي هي بحث السوق، بحث عن منتج مناسب، بحث عن المنافسين في السوق، التعامل مع المصانع في الصين، خطوات ال SEO والتسويق داخل أمازون. أكيد تسأل نفسك إذا هذا الموضوع فيه فلوس. هم حيقولوا لك اللي تبغى تسمعه وذونك، لكن أنا أقول لك إن المعلومة جدا ناقصة بشكل خرافي. شوف الطريقة رقم 1 هذا بزنس مبني على أساس ضعيف، ونسبة إنك تحصل منتج كل مرة في السوق المحلي صعبة، وعوامل كثيرة تحصل لصفحتك داخل أمازون إذا ما في ستوك، وإنت أصلا من بداية الموضوع ما أنت متحكم في البضاعة. والطريقة رقم 2 خطواتها مرتبة، وإذا أخذت الكورس حتتعلم شوية، بس السؤال هو هل الكورس هذا كامل؟ وحتى إذا الكورس غطى 6 خطوات اللي تكلمنا عليها، كل خطوة من ال6 خطوات تحتها حوالي 5 إلى 10 خطوات ضروري تمشي عليها. وحتى إذا مشيت على الطريقة رقم 2 واتبعتها خطوة خطوة أنت لسه ما عندك بزنس. لا تفهمني غلط، ممكن تبيع، لكن البزنس حقك مبني على أساس ضعيف من بدايته. تعرف ليه؟ البياعين الثانيين يشموه، وإذا سووا بحث خفيف أيوة زي ما سويت أنت أيضا بحث خفيف حيحصلوا منتجا اللي تعبت عليه وحيبدأوا يحاكروه. لا وأزيدك من الشعر بيت، بعضهم من الصين وفاتح حساب في أمازون في دول عربية، يعني هو حيتصل هناك ويقول لهم كلام زي
ويعطوه سعر احسن منك، كواليتي احسن منك، وصور احسن منك. وانت ايش حيحصل لك؟ ولا حاجة. ان شاء الله حتسوي يوتيرن بس الى النقطة صفر وتدور منتج ثاني، لان مبيعاتك حتقل والمكان حيصير مزدحم جدا على نفس المنتج. سؤالين: هل الموضوع يستاهل؟ والسؤال الثاني: ليش هم يسووا كذا؟ ليش يسوقوا لك انك خلاص انت روح سافر وشغلك حيمشي وانت نايم؟ والجواب للسؤال الاول: لا، ما يستاهل، لانه بنفس المجهود والوقت ممكن تبني على اساس اقوى من هذا بكثير. بس هم ما حيقولوا لك كذا في دعاياتهم، لان الموضوع يبغاله بشوية بزنس ووقت وتجهيزات. يعني الموضوع ما هو جذاب لعامة الناس وما يحبوا يسمعوا هذه الامور اللي فيها تعقيدات البزنس. والجواب للسؤال رقم 2: لانه هم يبغوا يبيعوا لك كورس وانت معك عقلك وتحكم. يعني انا ممكن ابيع لك كورس، بس كورسي تسويقه والتغليفة حقه يكون واقعي. يعني ممكن اقول لك تعال واشترك في الكورس، حتتعلم ويمكن يكون معك بزنس خلال 3 سنين 2 قوي، يكون مصدر دخل ثاني لك، وعلى شوية شوية يخرجك من الوظائف. بس اني اسوق لك بطريقة اني اقول لك لا يا ابو الشباب تعال 3 شهور، لا تستسلم ولا تيأس، وتعال وامشي معايا خطوة خطوة وحتصير مليونير. اكيد جالس تقول لنفسك قفلتها يا عمر، ايش الحل؟ كيف نبدأ؟ اقول لك في طريقة رقم 3. ايش هي؟ انك تفتح بزنس اي كوميرس على اساس قوي وتسوي براند. اي نعم سمعتني، تسوي براند باسمك. واهم شيء انك حتاخذ نفس قبل لا تبدأ، لان الموضوع يحتاج له جهد وعمل ومثابرة وتخطيط وفتح شركات وفتح حساب بنك وكل هذه الامور اللي تتطلب اي بزنس. خلينا ناخذ مجال الطباخة ونقسمه لبراند نيم، لايف ستايل، كاتيجوريز. البراند نيم طباخ نوفا، اللايف ستايل يبيع ادوات عالية الجودة تساعد في تسهيل الطباخة او الاكل في كل مكان ولكل شخص. وهنا تخش في الكاتيجوريز، وهذا الشيء يعتمد على خبرتك في المجال وعلى خيالك. مثلا كت ادوات شوي، كت تجهيز وحفظ اكل للرياضيين، كت طباخة في الصحراء، وصفات غذائية، وسيرفس تخطيط مطبخ فعال وحديث. وتعرف ايش الحلو في الموضوع؟ انك تقدر تبيع في امازون، في محلك، في مواقع الكترونية اخرى زي نون، في السوشيال ميديا، تقدر تبيع دايركتلي للكاستمرز، تقدر تبيع في سوق الجملة، في مليون باب تبيع المنتج حقك. ما انت ملزم في امازون زي ما هم يسوقوا لك اياه. واذا في احد في امازون قلد منتجك ما حيهمك ابدا. تعرف ليش؟ لانك انت طارح البراند نيم حقك في المنتج. هذا اولا. ثانيا المنتج حقك يمكن يكون اعلى كواليتي واعلى سعر، بس لكن براند نيم يحكم. الناس حيشتروا، حيشوفوا طباخي نوفا، حيقول لك يلا طباخ نوفا هو معروف. البضائع حقه حديد، ما هي بلاستيك زي البضائع اللي في امازون. البضائع حقه قوية، البضائع حقه فيها كتات جاهزة، فكرته مختلفة عن السوق. طب حتقول لي يا عمر اوكي انا لو بديت كذا يحتاج لي فلوس كثيرة. بالطريقتين يحتاج لك فلوس كثير، لان كذا بديت بالطريقة العادية يا ابو الشباب اللي هي 6 خطوات. تشتري منتج من المصنع جاهز وتشحن لك 100 قطعة لين هنا وتبدأ تبيعها. هذا شيء يتطلب منك في الدول العربية انك تفتح بزنس نيم، ويتطلب منك انك تتبع الخطوات 6. يتطلب منك نفس الوقت ونفس المجهود، بس انت هنا تقدر تبدأ بمنتج منتجين على براندك. ما انت ملزم انك تبدأ على طول ب15 منتج. يعني شوية شوية تبدأ تبني المنتجات والكاتيجوريز. في أكثر من طريقة تبيع المنتج الواحد، ما أنت ملزم في أمازون. وإن شاء الله أتمنى أني أكون وصلت لك كيف النصبة تبدأ، وأنا حسوي لفة وحرجع لكم. السلام.